تا واخيرا جبت فسيخ من عند ام مكة. جبت عرض الفسيختين، وبصراحة ما توقعتش ان الفسيخ بتاعها يطلع معايا بالشكل ده. بصوا، اول حاجة عجبتني بصراحة طريقة التغليف، والطريقة حلوة جدا. بصوا ادي شكل الفسيخة معايا اهو. الفسيختين حلوين وحجمهم حلو قوي. تعالوا بقى نفتح مع بعض الفسيخ كده ونشوف المفاجأة معانا. بصوا، نبدأ مع بعض كده بسم الله. يلا نشوف مع بعض الفسيخ. يا نهار ابيض، ايه الجمال ده! لا، حلو قوي. بصوا اللون، بصوا لون الفسيخة حلو جدا. آه ام مكة يا جماعة تعرفش ان انا هعمل فيديو ولا هصور ولا الكلام ده، والله العظيم. بصوا الفسيخة التانية، تعالوا نشوفها حلوة زيها ولا ايه. مش عايزة اقول لكم ريحته حلوة قوي قوي يعني. الواحد لولا بيصور كان كله وهو بيصور. بصوا شكل الفسيخة التانية. لا، ايه ده؟ ايه الجمال ده؟ وايه اللون ده اصلا؟ يعني إيه الحلاوة دي؟ بصوا بقى، تعالوا كده نقطع حتة مع بعض. الفسيخة طرية جدا، زبدة، طعمها يجنن، والملح بتاعها مظبوط قوي قوي قوي. بصوا بقى، عصرت ليمونة كده علشان اعرف اخد الحتة التانية بمزاج. يا نهار ابيض، ايه الطعم ده يا جماعه! والله العظيم اللي ما جابش فسيخ من عند ام مكه فايته كتير. الناس اللي بتقولك دي بتبعت للبلوجر حاجه والناس العاديه حاجه، يا جماعه ام مكه متعرفش ان انا هصور، ولا تعرف ان انا راح اجيب من عندها فسيخ. اصلا انا جايبه من المحل اللي جنبي. بصوا شكل الفسيخ حلو قوي، بجد تسلم ايدي.